بمؤازرة القوى الضاربة في أمن الدولة، تقوم وزارة الاقتصاد بمداهمات على المخالفين من المولدات هنا في مناطق عدة في بيروت، ونحن الآن نتواجد في منطقة مارلييس، وكان هناك أيضا مداهمات على مولدات في مناطق مختلفة، منها شتيلة ومنها أيضا وطل مصيطبة. كما نشاهد الآن نحن أمام أحد مراكز المولدات، يعني أحد محال أو يعني أصحاب المولدات هنا التي تم مداهمتها من قبل حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمؤازرة القوى الضاربة في أمن الدولة. وكما شاهدنا كان هناك مخالفة، وسنتعرف أكثر على تفاصيل هذه المخالفة من صاحب هذه المولدات هنا في منطقة مارليس. خبرونا شو اللي صار معكم، طلعتوا مخالفين؟ بشو مخالفين تحديدا؟ نحن ما مش مخالفين، نحن عم نطبق القانون مثل ما هو. نحن ما فينا نيجي نركب عدادات هلا قبل اول الشهر، لان نحن قابضين من العالم، في ناس عدادات وفي ناس مش عدادات. اول الشهر اذا بدنا نطبق ب 25 بكون نحن عم نسرق العالم 5 ايام. نحن ما فينا نيجي نسرق العالم، قلنا باول الشهر بواحد الشهر بنكون ركبنا عدادات بتمشي العالم عداداتها، كان لازم ينزلوه بواحد الشهر. لا، هو بينتهي التعميم مدته ب 25 او 26 ايلول، ولكن من 45 يوم تم اصداره من رئاسة الحكومة. صحيح، بس اعطونا هيدي الفترة لحتى نحن 45 يوم صح يعني. ال 45 يوم، نحن ما فينا نيجي نلزم العالم بهذا الوقت. كنا عم بنحكي في كمية مشتركين، في ناس بتقول لك أنا ما بناسبني عداد، هي المشكلة الأكبر. حاطين كمان فلاتر مثل ما مطلوب بالتعميم. اليوم موجودين كرمال الموضوع قدامك، الصحي والبيئي موجودين قدامك. هدول البيئة ركبناهم ومعنا فلاتر، يعني من أجل الموضوع البيئي والصحي 100%، ومعنا شهادة فيهم، موجود الشهادة انه هيدا الفلتر بنفذ القرار اللي طلبته منا الدولة. نعم. مبينين قدامك المطارات، صحيح. مبينين الفلاتر، ومبين كل شيء مشان الوضع الصحي، ما حدا يقول انه نحن ما التزمنا بالوضع الصحي، ومبينين قديش جداد، يعني بعدهم راكبين جداد. فإذا يعني صاحب هذه المولدات التزم فيما يخص الموضوع البيئي والمعايير الصحية، وضع الفلاتر المطلوبة، ولكن المخالفة الوحيدة هي عدم تركيبه عدادات لجميع مشتركيه.